السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين الوجه الرابع من سورة البقرة، يلا بينا. الوجه ده ان شاء الله باذن الله سهل جدا وجميل جدا، وهتلاقي ان انت مألوف على ودنك قوي، وهو بيتكلم عن ايه اللي حصل ساعة خلق ادم، وربنا بلغ ايه للملائكة، والملائكة قالوا ايه، وابليس عمل ايه. يلا بينا نبدأ. الوجه ده بيبدأ بان ربنا هيبدأ الحوار بين الله عز وجل والملائكة لما بدأ يعرفهم ان هو هيخلق سيدنا آدم. فهنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بدأ يقول لهم إن أنا هجعل في الأرض خليفة اللي هو سيدنا آدم. قالوا ردوا عليه، الملائكة ردوا على ربنا وقالوا له إيه، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني أنت هتروح تخلق واحد دلوقتي هيعمل حاجتين، اللي أنت هتخلقه ده هيعمل حاجتين، يفسد فيها هيفسد في الأرض، وتاني حاجة إن هو إيه، ويسفك الدماء، وهيروح بقى يقتل ويسفك الدماء. يبقى الملائكة تعجبوا جدا وردوا على ربنا الرد ده، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طب ما احنا يا رب اهو موجودين اهو بنسبحك وبنقدسك، يعني انت خلقه ليه بقى؟ ربنا رد عليهم قال لهم ايه، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أنا عارف حاجات انتوا مش عارفينها. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعد الحوار اللي حصل في الأول ربنا عمل إيه بقى، وعلم آدم. ربنا بقى راح علم آدم الأسماء كلها. الأسماء سبحان الله اختلف العلماء جدا في كلمة الأسماء كلها، هل يا ترى هي العلوم، هل هي أسماء المخلوقات؟ اختلف العلماء جدا في كلمة الأسماء كلها، إيه الأسماء دي؟ الله أعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. رجع تاني للملائكة بقى وسألهم سؤال، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قولوا لي بقى الحاجات دي اسمها إيه. سألهم سؤال، فالملائكة ردوا عليه قالوا له إيه، قالوا سبحانك، يعني سبحانك يا رب، لا علم لنا إلا ما علمتنا، الحاجة اللي أنت قلت لي عليها هي دي اللي إحنا هنعرفها، بس غير كده إحنا مش هنعرف أي حاجة. فربنا قال لآدم، قال يا آدم، نادى هنا بقى ربنا نادى على آدم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال لهم الأسماء دي يا آدم اللي هم ما عرفوهاش. فلما أنبأهم بأسمائهم، لما قال لهم أسمائهم، لا ربنا رد عليهم قال لهم إيه، قال ألم أقل لكم إني أعلم، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ذكر لهم حاجتين هنا وحاجتين هنا، يعني سبحان الله ربنا ذكر حاجتين في ملكوت السماوات والأرض وحاجتين في أنفسهم هم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، دول اللي هم في الحياة الواسعة في الدنيا. طيب وفي أنفسهم، وقال وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني أنا عارف اللي انتوا بتظهروا واللي انتوا بتخفوه جواكم، أنا عارف الاتنين. ده المشهد الأول، يبقى احنا بنقسمها مشاهد. طب المشهد التاني ان ربنا بس خلاص بعد خلق آدم والحوار اللي حصل الاولاني، في الموقف التاني بقى ربنا هيبدأ يأمر الملائكة كلهم ان هم يسجدوا لآدم. وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ربنا هنا أمر كل الملائكة إن هم يسجدوا لمين؟ يسجدوا لآدم. فسجدوا الملائكة ما شاء الله عليهم كلهم سجدوا، إلا مين بقى؟ إلا إبليس هو اللي رفض بقى. فبنقول إيه، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. عمل إيه إبليس بقى لما ربنا أمره إن هو يسجد لآدم؟ عمل 3 حاجات، أبى واستكبر وكان من الكافرين. تاني يبقى إبليس لما ربنا أمره إن هو يسجد لآدم عمل 3 حاجات، الملائكة ربنا قال لهم اسجدوا فسجدوا على طول من غير أي كلام، إنما إبليس عمل 3 حاجات، أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى ده المشهد التاني، مشهد السجود. يبقى المشهد التاني في قصة سيدنا آدم مشهد السجود، إن ربنا أمرهم يسجدوا. طب المشهد اللي بعد كده، بعد ما ربنا طلع إبليس من رحمته، ايه اللي حصل؟ المشهد الثالث اللي حصل بين آدم وإبليس، خروج آدم من الجنة، خروج آدم وعصيان آدم لربنا. وإذا كنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يبقى ربنا أول حاجة طلبها من آدم إيه؟ إنه يسكن في الجنة، روح اقعد في الجنة يا آدم أنت وزوجتك، خلاص اسكن أنت وزوجك الجنة، كل يا سيدي براحتك اللي أنت عايزه، وكلا منها رغدا حيث شئتما، يعني كل براحتك زي ما أنت عايز، ولا تقرب، ونهى عن حاجة مهمة، يعني قال له اقعد في الجنة وكل اللي انت عايزه، ونهى من حاجة واحدة بس. ايه هي الحاجة دي؟ ولا تقرب هذه الشجرة. ربنا نهى ان هو بس ما ياكلش من الشجرة دي فتكون من الظالمين، لو انت اكلت منها يا آدم هتبقى من الذين ظلموا نفسهم يا آدم فتكون من الظالمين.
فهنا بقى طبعا قصة الشيطان، ان الشيطان دخل واغوى ادم وقال له يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد. يعني هنا في قصة كبيرة هناخدها بالتفصيل ان شاء الله. ان ادم ان الشيطان ضحك على سيدنا ادم وقال له ان الشجرة دي هتخليك بقى هتبقى زي الملائكة وهتبقى خالدين من الخالدين يا ادم. فأزلهما الشيطان عنها، يعني الشيطان خرجهم منها، بعدهم من الجنة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا بعد اللي حصل ده بقى، ركز معايا قوي في الحتة اللي جاية. وقلنا اهبطوا من بعضكم لبعض عدو. خلي بالكم انتوا هتهبطوا دلوقتي، وده اللي احنا فيه دلوقتي، وانا عاملاها لك في دايرة كبيرة وبخط كبير كده عشان تركز، عشان ده اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. ربنا نزلنا احنا الاتنين عدو لبعض في الارض. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، يعني هتروحوا تقعدوا في الارض لوقت معين. يعني احنا جايين الحياه دي ليه دلوقتي؟ عشان ده اختبار من ربنا، هنقعد فيه لوقت معين، ويا نفلح يا نخش جنه يا نخش نار، يا نطيع ربنا يا نمشي تبع ابليس ونبقى من اتباع ابليس. فخلي بالك من الحته دي جدا جدا جدا. ربنا قال لهم ايه؟ يلا انزلوا انتوا الاتنين. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. خلي بالكم انتوا الاتنين هتبقوا اعداء. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، هتقعدوا فيها شويه معين، هتقعدوا فيها الفتره معينه. طب بعد كده ايه اللي حصل؟ ربنا لسه زعلان من ادم؟ لا، ربنا هنا قال ايه؟ فتلقى ادم من ربه كلمات. ربنا قال لسيدنا ادم شويه كلمات يقولها له عشان ربنا يتوب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات، شوية كلمات وأدعية، فتاب عليه. بصوا فتاب، يعني سبحان الله، على قد ما الخطأ اللي سيدنا آدم عمله انه ما قطعش ربنا وانه عمل خطأ كبير جدا، بس سبحان الله شفت ربنا التواب الرحيم فتاب عليه. الفاء هنا بتفيد السرعة، ان ربنا تاب عليه بسرعة جدا، فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ربنا على طول تاب على سيدنا آدم. طب بعد كده إيه اللي حصل تاني؟ ربنا رجع تاني قال الأمر ده تاني، ولكن المرة دي بعد ما تاب على سيدنا آدم. يعني لو حسيت في أول مرة وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، تحس الأمر فيه شدة. بس بعد ما تاب على سيدنا آدم، بصوا هيقول تاني نفس الأمر بس بطريقة مختلفة شوية. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. خلي بالك إن ربنا لما تاب على آدم اداله تاني مرة، لما جه يقول الأمر اداله حاجة جميلة قوي، قال له هدى. فإما يأتينكم مني هدى، يعني أنا المرة دي مش هسيبك يا آدم لوحدك، أنا هديلك هدى، يعني هنزل عليك وعلى ذريتك هداية مني. فمن تبع هدايا، فاللي هيسمع كلام هدايا، فمن تبع هدايا، فاللي هيطيع الأوامر وهيتبع اللي أنا بقوله، فمن تبع هدايا، وعملها لك بالأخضر أهو، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ما تخافش عليهم، دول إن شاء الله بإذن الله هيرجعوا تاني الجنة وهيكونوا من اللي ربنا راضي عنهم. فما تبع هدايا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا وكذبوا، مش كفروا بس، وكذبوا بيها، بآيات ربنا وبالوحي بتاع ربنا. أولئك مين بقى؟ أصحاب النار. طب أصحاب النار هيقعدوا فيها قد إيه؟ هم فيها خالدون، يعني زي ما أهل الجنة خالدون. هنا قال ربنا قال إيه بقى؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك هم فيها خالدون. طبعا احنا أخدنا آيتين من الوجه الجديد، وده عشان بس تسلسل الأحداث وإن القصة مترابطة مع بعضها كده. وبكده يكون خلصنا الجزء أو الوجه الجديد وقصة الله مع الملائكة مع خلق آدم. وإن شاء الله كده احنا نكون خلصنا الجزئية دي. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.